أنا محتار أقدمه إيه، لأن بجد أي قصيدة أو أي شعر مش هيديله حقه. بس أقدر أقول إن هو الجندي المجهول في صالون همسات الوادي الشرقي في شارع أيمن إسماعيل. صحيح. هو ضلع من الأضلاع اللي لو وقعت من الصالون ما يقومش. أخويا وحبيبي صالح رجب. أقول لك يا صالح أنا بحبك. ما شاء الله عليك بجد يعني ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا 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 بالمقدمة اللي قالها أخويا وحبيبي أيمن إسماعيل، وبشكر كل ضيوف المنصة، ودي بهديها لكل الضيوف اللي قاعدين، وبالذات أستاذي وخالي عبد الهادي شعراوي حبيبتي. عارفها. بيقولوا أجمل من القمر في عز الليل، وياما كتبوا في حبها كتب مواويل، قالوا لي اوصف قلبها او حتى ملامح وشها، انا هوصف بس شعرها اللي ملوش مثيل. شعرها سلاسل ذهب وعيونها بلون الضي، وشها سبحان من وهب، ده مفيش في جماله زي. دي اغلى عندي من روحي، دي قلبي، دي عقلي، دي عينيا. ولو قالوا في يوم هتموت اموت انا وتعيش هي. حبيبتي بنت اصل وفصل، اميره ساكنه جوه قصر الكل بيتمنى رضاها. حبيبتي ام الدنيا مصر بلدي. يا الف على دمعه لسه ما جفتش، يا الف على دمعه لسه ما جفتش، و2000 على شهيد حقه لسه ما رجعش، ومليون على ام عايزه تصرخ وخايفه صوتها ما يطلعش. بلدي كل يوم بتنام دمعتها على خدها، من اسود ولادها عليها بقى ينزف جرحها، قلبها مليان بالعلل، نفسها في لحظه امل، نفسها تقوم على حيلها بس حاسه بشلل. بلدي بتصحى من نومها خايفه من مجهول، عماله تتطوح ما بين فلول وفلول، نازلين ضرب فيها وهي صابره وساكته، خايفه من كتر الضرب تموت بالسكته، ونرجع لبره القاتل ونحبس المقتول.